اسك ديفلوبر بودكاست. المره دي احنا بنحاول نغير شويه عن المرات اللي فاتت. هنتكلم في موضوع مختلف تماما. هنتكلم معانا جيست. المره دي معانا محمد مشرف. بس قبل ما نبتدي نتكلم مع الجيست هنبتدي الاول ان احنا بس نعرف الناس برضو بالويب سايت بتاعنا askdeveloper.com. هتلاقي عليه كل الريسورسز اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. هتلاقي برضو اي الحلقات اللي فاتت والفيديو فيديو ويب كاست بتاعنا والحاجات دي هتلاقيها موجوده برضو. وعلى الفيسبوك بيج بتاعتنا برضو هتلاقي اغلب الحاجات دي موجوده عليها يعني. فنرجع تاني ان شاء الله للجيست بتاعنا. فاحنا النهارده زي ما قلنا معانا محمد مشرف، هو ديبارتمنت هيد في شركه في مصر اسمها فيفث دايمنشن. بس هو حتى قبل كده كان ليه علاقه طويله جدا بالموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده اللي هو جيم بروجرامينج. كان حتى لما كان اتعرف عليه في مايكروسوفت مثلا كان اشتغل فتره في هيلو، واحده من اكبر الجيمز اللي موجوده في امريكا. وكان ليه اكسبيرينسز قبل كده في شركات، انه فتح شركه قبل كده في مصر بتاعه جيم بروجرامينج. فكل الحاجات دي هيتكلم فيها معانا ان شاء الله. هناخد من خبرته ونحاول برضو ان احنا نساعد اي حد نفسه يتكلم في الموضوع ده او يخش في الموضوع ده، يعرف ايه التشالنجز وايه الحاجات اللي ممكن يقابلها وهو بيبتدي كارير في المجال بتاع الجيم ديفلوبمنت او جيم بروجرامينج. فنحب بس نمسي بقى على محمد مشرف. دلوقتي الدنيا عندكم بالليل، احنا هنا عندنا الصبح يعني. بقول مساء الخير، وانت ايه الاخبار؟ ايه الاخبار عندك؟ الجو حر. طب كويس والله. الجو هنا برضو شمس في لوس انجلوس يعني، فكويس يعني الجو متناسب. بس عارف واحد تعود على البرد بقاله سنين. هتقولي على ريدموند يعني. ان برد طبعا الجو هنا مختلف تماما، في كاليفورنيا مختلف تماما عن واشنطن ستيت يعني. فالجو هنا معقول طول السنه يعني. عموما احنا بنحاول ان احنا نفتح شويه في مواضيع يمكن الناس ما بتتكلمش فيها قوي في مصر، مش لحاجه غير ان هي بس مش متاحه قوي في مصر زي الجيم ديفلوبمنت. انا كنت من كام يوم كده كنت حاطط على الويب على الفيسبوك بيج بتاعتنا، سالت الناس اذا كانوا انترستد في موضوع جيم ديفلوبمنت، ولقيت فعلا في ناس كتير حست ان الموضوع جميل وعايزين يعرفوا فيه اكتر. فده شجعنا اكتر احنا نبتدي نتست الووتر يعني، زي يقولوا هنجرب بس حاجه بسيطه نتكلم كده دردشه، ولو لقينا ان في تفاعل مع الموضوع ممكن نقدم سيريز اطول فيها شويه تكنيكال ديبث بقى زي توتوريالز او حاجه بالمنظر ده. بس مبدئيا نحاول نفتح الدسكشن، نحاول نشوف الناس عامه متفاعله معانا قد ايه، واذا كان عندهم اسئله، اذا كان عندهم حاجات مور سبيسيفيك هنبتدي نجاوب عليها لحد ما ان شاء الله نحضر ماتيريال ونخش بقى بتقلنا يعني في الموضوع. فاحنا ان شاء الله. فاحنا بس كنت عايز برضو زي محمد يبتدي معانا كده بسمري بسيطه عن الاكسبيرينس بتاعته عموما من ساعه ما ابتدى يتكلم في المجال بتاع الجيم ديفلوبمنت ده. ايه اللي شافه سواء في مصر لما ابتدى في مصر مثلا، او ايام ما كان لسه في الجامعه، او لما سافر بره مثلا كان ايه الفرق؟ كان ايه ممكن اكتر حاجات انت حاسس انها كانت مختلفه يعني؟ الموضوع ابتدى معايا يمكن من سنه اولى او سنه ثانيه في الكليه. كان تعرفت على واحد زميلي في الكليه كان هو شغال في جيم ديفلوبمنت بقاله فتره، فعملنا احنا جروب مع بعض وقلنا احنا نحاول نعمل الجيم انجن بتاعنا. يعني انا هتكلم لسه يعني ايه جيم انجن بعد كده، بس فكنا ابتدينا نشتغل مع بعض. عملنا جيمز صغيره في الكليه، حاجات في مشاريع وكده. في السنه الاخيره قبل ما نتخرج كنت انا عرفت ان EFG هامز عن طريق الفينشر كابيتالست بتاعهم اللي هو ديفلوبرز وكده عاملين زي بيزنس بلان كومبيتيشن. فكنت كلمتهم انهم ندخل نتكلم هنحاول نعمل شركه فيديو جيم ستوديو في مصر وكده. فدخلنا واتكلمنا معاهم وما عجبهم الفكره، بس الموضوع خد فتره طويله. كنت قبل الفتره دي خلصت في ريدموند الصوت بيقطع مش الصوت في مصر. طب انا وصلت معاك لحد فين؟ الصوت انا وصلت معاك لحد انا كان الموضوع طول وانت تقريبا كنت سافرت ريدموند، بس بعد كده ابتدى الصوت يقطع. فكنا ساعتها بعديها سامعني انت كده دلوقتي؟ انا سامعك كويس. طب احنا بعديها كنا خلاص كوننا الستارت اب بتاعت في مصر. كانت يمكن تعتبر اول اكشوال فيديو جيم كومباني كانت بتعمل حاجه على بلاي ستيشن 3 واكس بوكس 360. كان اسمها تايم لاين انتراكتيف، وكنا عملنا جيم اللي هي كان اسمها سيل فاكتور سايكوكينيتيك وورز. فدي كانت يعني يمكن تعتبر اول بدايه
عملنا فيه حاجه بجد. كان واجهنا كذا مشكله في مصر، ان الموضوع ده الناس مش ما عندهمش خبره فيه قوي. احنا نلاقي تالنت شغال في حاجه زي كده. بالنسبه للجزء بتاع البروجرامينج او السوفت وير ديفلوبمنت ناحيه الجيم، كان في مشكله قوي ان هي قريبه جدا من كل حاجه الناس كانت دراستها، سواء الالجوريزمز عندك، حاجات لها علاقه بالنتورك. بقعد اتكلم في اكتر لما اجي اتكلم عن الانجن وكده. بس كانت مشكلتنا الاكبر في ناحيه الماتيريال او الارت وورك، سواء كان موديلز، كونسبت ارت، ليفل ديزاينرز، ساوند افكتس، الحاجات دي كلها. قعدنا فتره ندور على ناس ما عرفناش. في الاخر اتفقنا نشتغل مع ناس من كولومبيا والمكسيك. كان تيم، كان استوديو هم ده كان مسكوا الناحيه بتاعت الارتستيك سايد دي كلها، كان اسمه اميرشن ستوديوز. فكانت دي البدايه بتاعتنا هناك. قعدت برضه كام سنه. كنت اشتغلت ساعتها في 343 اندستريز اللي هم عملوا هيلو 4. كنت انا شغال في الباك اند بتاع المالتي بلاير جيم كلها، حاجات المالتي بلاير سيرفيسز بقى، سواء ماتش ميكينج، حاجات اللي هي بتاعت السكورينج، الكلام ده كله. فمن هنا وانا يعني شفت الموضوع، الاكسبيرينس بتاعتي بالنسبه له عديت على الناحيه التكنيكال، وبعدين في التايم لاين كنت انا شغال مين البيزنس سايد. فشفت الناحيه البيزنس ازاي تتكلم مع الببلشرز، كل الكلام ده كله. وفي هيلو خدتها برضه من ناحيه ان اشتغل في جيم تكون جيم. فكان الموضوع دوت انت اكسبيرينس اكتر. الحاجات اللي هي جيم ديت بتبقى انا حاطط جيم بقى مقصود بيها اللي هي تريبل اي تايتلز، اللي هي الحاجات اللي بتبقى يعني فيري هيوج برودكشن، وبيبقى فيها يعني استوديوز ضخمه جدا، حاجات زي الكترونيك ارتس، الحاجات اللي بتنزلها الكترونيك ارتس او ايدوس او الحاجات اللي هي فيرست يير من الاخر بالظبط. اللي هي اللي الناس بتستناها سنه بسنه، بتبقى بتنزل بره باسعار عاليه، وبيبقى ليها يعني زي مثلا اساسنز كريد ومش عارف و برنس اوف بيرجيا، الحاجات اللي هي بتبقى ليها علاقه بال يعني جيم ليها ستوري والناس بتتابعها وليها اجزاء وحاجات كول اوف ديوتي، حاجات المنظر ده يعني. فانا كنت ده اللي كان خلاني اخد الموضوع يعني من تحت لفوق كل الاوجه. فبقى عندي اكسبيرينس اقدر اقول ان هي تعتبر عامه وشامله الموضوع ده. بس فهي دي كانت الاكسبيرينس بتاعتي باختصار في موضوع الجيم ديفلوبمنت وكده. هو يعني اكسبيرينس زي دي في الماركت بتاع مصر الصراحه نادره جدا، لان للاسف احنا عندنا تالنتس كويسه في مصر، وعندنا ناس كويسه في مصر يعني في الثيوريتيكال بارت، بس لان هو عامه الجيم بروجرامينج لسبب ما او لاخر هو متمركز يا اما في امريكا يا اما في اليابان. ده من وجهه نظر انا الشخصيه، يعني ما اعرفش اذا كان او في حته اوروبا مثلا وفي كندا، بس دايما بتلاقي البيزنس بتاعه او الديفلوبمنت اللي بيحصل اغلبه في الحتت دي. انا مش عارف اذا كان ده صح ولا لا، بس ده انا كنت فعلا بشوف اغلب الشركات عامه اللي هي ضخمه، مثلا سواء مثلا الكترونيك ارتس لحد ما اعتقد شركه كنديه، بس يعني نورث امريكا عموما شركه مثلا زي كابكوم، دي شركه يابانيه، كونامي شركه يابانيه. بتلاقي دايما الشركات حتى الكونسولز اللي بتلعب عليها، يعني بلاي ستيشن ياباني والنينتندو ياباني، اكس بوكس امريكي. ما تفهمش ليه دايما هو يعني متمركز في الناحيتين دول من العالم. ما اعرفش ليه، ان كان بقيه العالم مش موجود. فهل ده حاجه فعلا انت حسيتها في الماركت ده، او هل دي حاجه انت متفق معاها يعني، او انت شايف ان بالعكس؟ هو الموضوع ده انتشر شويه دلوقتي، يعني بقى في استوديوز سكاترد في العالم كله. بس هو مني ان الجيم ديفلوبمنت ما بيعتبرهاش سوفت وير، هو بيعتبر عشان كده بيسموه يعني فيديو جيم ستوديو. الموضوع في جزء كبير منه ارتستيك، وحتى الكالتشر جوه اي جيم ستوديو بتبقى قريبه جدا من الكالتشر بتاع اي تيم بتاع موفي مثلا في هوليوود وكده. فعشان كده مش الماركتس اللي هي مثلا زي مصر زي الهند زي الكلام ده كله بيبقى عندهم مشكله ان هم يأدبتوا مع الموضوع دوت، لما بيدخلوا عليه من الناحيه التكنيكال، ودي مش كفايه. ودي يمكن حاجه مهمه جدا. انا يعني انا عجباني فعلا فكره انك انت لما بتقول ان هي جايه من ناحيه الارتستيك، لان طبعا ميك سنس لما انت تيجي تشوف مثلا في امريكا طبعا هوليوود والشركات اللي بتشتغل في هوليوود بقى زي ديزني وزي وارنر براس والناس دي اللي هي اصلا عندها انفستمنت ضخمه في الانترتينمنت. فميك سنس بالنسبه لهم ان هم يخشوا في الجيم، لانها ساعات بتخدم على الانترتينمنت. مثلا فيلم باتمان نازل فينزلوا لعب ليها علاقه بباتمان، مش عارف ايه اللي هو بيبقى جزء من الهايب بتاعه
الانترتينمنت. وكذلك في اليابان برضو الناس اللي بتحب تتفرج على الانمي وعلى الحاجات اللي بالمنظر ده في كميه ارت في الناحيه الثانيه. فانا مستغرب له انه في مصر تعتبر دوله برضو من على الاقل في الميدل ايست ليها في موضوع الكونتنت برودكشن. يعني هي بتنتج ممكن تكون اغلبها دراما او بس هم عندهم التالنت اللي جاي من ناحيه الستوري تيلينج ومن ناحيه الاخراج والاصوات والكلام ده. بس لسبب ما ده ما اداش لظهور جيم اندستري. يعني ده انا شايف ان هو زي ترانزيشن. المشكله عندنا في مصر في ايزوليشن قوي في البيرسونا بتاعت البني ادمين. يعني المشكله مثلا تيجي تبص على الناحيه التكنيكال، لو لقيت مثلا مانجر في اي شركه سوفت وير ديفلوبمنت وكده، يا اما تلاقيه مركز قوي على الناحيه التكنيكال لدرجه ان هو بيبقى زيه زي اي سينيور ديفلوبر، بيبقى مايكرو مانجر حاطط له في كل حاجه، يا اما بتلاقيه مركز قوي على الناحيه المانجيريال وما يبقاش فاهم حاجه في الناحيه التكنيكال خالص. الموضوع المالتيبل بيرسوناز اللي هو تلاقي واحد بيلبس كذا حاجات على دماغه تمام زي ما بيحصل في اي حته في العالم، مش موجود قوي في مصر. يعني زي ما بقول لك مثلا لما كنت شغال في 3 اندستريز، السوفت وير ديفلوبرز نفسهم هناك ما هماش زي السوفت وير ديفلوبر اللي بتلاقيه ممكن تلاقيه مثلا شغال في ويندوز او في السكيور سيرفر او كده. لا، منتاليتي مختلفه تماما، حتى طريقه لبسه وطريقه كلامه والكالتشر بتاعتهم مختلفه. هم بتحس ان هم شغالين ناحيه ارتستيك حتى لو هم بيكتبوا كود، حتى لو هم تكنيكال، بس البيرسونا مختلفه خالص. دي فعلا حاجه مهمه فعلا انك يبقى عندك اكتر من تالنت. يعني انت مش محتاج واحد بس بروجرامر كويس، انت محتاج واحد بروجرامر وعنده خيال عالي وعنده حس ان هو درامي شويه. ساعات بيبقى انت بتلعب مثلا بتعمل لعبه بيبقى فيها جزء ستوري، فلازم يبقى يعني مش لازم يبقى هو يعني راجل بيكتب دراما بس، على الاقل فاهم الحس ده وفاهم امتى يدخل الميوزك وامتى يدخل الافكتس وامتى والافكتس يبقى شكله عامل ازاي. الحاجات دي برضو بتبقى مهارات محتاجه يعني نوع معين من الناس. المشكله الثانيه كمان اللي انا واجهتها في مصر ان في ناس كتير يعني زي ما تقول بيستهيفوا المجال ده، يقول لك الجيم ديفلوبمنت دي يعني دي مش محتاجه. انا واحد مثلا خريج كمبيوتر ساينس، او انا مثلا خريج كليه هندسه، وانا مش عارف ايه، يعني ايه الجيم ديفلوبمنت ده؟ مش واخدين بالهم مثلا الجيم ديفلوبمنت سنه 2013 الماركت سايز بتاعته كانت اكتر من 76 مليار بالظبط. انت لو جيت تقارن بينها وبين حاجه زي الويندوز اللي هو اكتر اوبريتنج سيستم مستعمل في الديسك توب في الدنيا، الماركت بتاعته 12.5 مليار. ما فيش حاجه مقارنه اساسا. لو جيت تتكلم عليها من الناحيه التكنيكال، الفيديو جيم هي الحاجه الوحيده اللي اقدر اقول لك كل ثقه ان هي بتغطي كل الجوانب اللي ريليتد للكمبيوتر ساينس. يعني تتكلم في اي تيبيكال تريبل اي جيم هتلاقي فيها الجوريزمز، هتلاقي فيها داتا ستراكشر، هتلاقي فيها فيزيكس، ماث، ارتفيشال انتليجنس، نتوركينج، ايمج بروسيسنج، في يوزر اكسبيرينس، سيميوليشن، في داتا كومبريشن، سكيورتي، كل حاجه هتلاقيها موجوده فيها. واخد بالك؟ فهو الموضوع ما هوش تافه ولا لا، دي حاجه ممكن تقعد تبنيها وانت قاعد خميس وجمعه وسبت وتخلص من الموضوع دوت وكده. فدي المشكله الاكبر ان الناس مش واخدها بجديه. بالعكس ده الجيم بروجرامينج من الحاجات اللي هي كان فيها انفستمنت مثلا في الارتفيشال انتليجنس قبل ما اي حد تاني يحط انفستمنت بالمنظر الرهيب ده. يعني كان الجيمز القديمه يمكن كمان كان بيبقى فيها ستريس قوي على الاي اي، لان ما كانش فيه جرافيكس قوي تحس انها تعمل ابهار، فكان بيحاول يديك ابهار من ناحيه تانية ان هو يبقى اللعبه نفسها فيها نوع من الذكاء يخليك تتشد اللعبه اكتر من العادي. بس هو يمكن يعني انا مستغرب بصراحه ان يبقى في حد شايف الجيم يستهي في الجيم بروجرامينج، لان ده اي واحد بالعكس اي واحد يعني اي اكسبيرينس ديفلوبر بيبقى عارف قد ايه مجهود محتاجه لعبه محترمه محتاجه مجهود قد ايه وتيم في حاجه معينه. انت لو تبص على الكريدتس بتاعت اي لعبه موجوده في السوق شوف عدد الناس اللي شغاله فيها، يعني بيبقى جيش من الديفلوبرز او الديزاينرز والناس بتوع الريسيرشرز وكل انواع المشكله زي ما انت قلت بالظبط. انت بتقول اي اكسبيرينس ديفلوبر، المشكله الناس اللي هم ما عندهمش خبره قوي بيبقى مستهيفها ان هو يبتدي فيها، والناس اللي هم عندهم اكسبيرينس كبير بيبقى اوريدي قطع شوط كبير في حاجه معينه وخلاص ما عندوش اي دماغ ان هو يحاول الكارير بتاعه يبتدي من اول وجديد في حاجه ثانيه. في حالتين الموضوع بايظ. واخد بالك؟ انت لو كنت مثلا في دكتور في كليه هندسه او دكتور في مثلا في كمبيوتر ساينس وكده قلت انا عايز اعمل مشروع التخرج بتاعي جيم، بنسبه 90% مفيش حد هيوافق.
يقول لك لا ده مش مشروع، يعني اللي انت بتتكلم فيه ده. وهي المشكله كمان بتبقى ان هو حتى لو انت عايز تعمل حاجه كده بيبقى مشكله الجيم ان هي كولابوريتيف ايفورت ما بين اكتر من رول. يعني زي ما انت بتقول مثلا انت ما ينفعش واحد ديفلوبر منه نفسه يروح يعمل جيم كلها بنفسه، محتاج ناس بتوع جرافيكس ومش محتاج اي ناس بتوع جرافيكس. انا فاكر احنا كان عندنا في الشركه من الشركات شغلت فيها في مصر، انا ما كنتش شغال في الموضوع ده دايركتلي، بس كنا بنعمل زي جيم صغيره لحد زي يعني الكاستمر عندنا. وكانت مشكلتنا الازليه ان احنا محتاجين حد بيعمل اسمه ده لو بولي جرافيكس، اللي هي انك تعمل 3 دي اللي هي باللو بولي موديل ده. فدي كانت مشكله ان كل الجرافيك ديزاينرز في مصر بيشتغلوا 3 دي بيعملها غالبا بتبقى للبرنت او للفيديو، فهو بيبقاش فارق معاه ان هو يبقى عنده فيري هاي بولي في يعني يبقى عنده اسمه ده الجرافيكس نفسها، الموديل نفسه مليان ديتيلز ومش عارف ايه، لان هو بيرندر اوفلاين. لكن انت لما تيجي تعمل جيم فانت بتبقى بتعمل اونلاين ريندرنج، انت بتشتغل والجيم بتلعب وهي بتعمل في نفس الوقت. فمحتاج نوع معين من الجرافيك ديزاينرز اللي يقدر يعمل لك فيري هاي كواليتي جرافيكس في نفس الوقت تبقى لو بولي، بحيث انها تقدر ترندر في الران تايم. فالحاجات دي برضو بتبقى مش موجوده. فتخيل نفسك انت في مشروع تخرج بقى ولسه بتبتدي، هتعرف تجيب حد مش اصلا انفولفد معاك في المشروع، مش هيبقى اسمه مش جريد في المشروع، هتدفع له بقى فلوس ولا هتعمل ايه؟ فده برضو كان بيخلي الموضوع صعب في الجيم بروجرامنج انك انت تعمله. احكي لك كمان على قصه. يعني انا كنت في سنه ثالثه، كان في عندنا مشروع من ماده الجرافيكس. حلو. ماده الجرافيكس كان نزل لها مشروع، كان ورقه كده فيها كذا مشروع. مش عارف مشروع اعمل كيوب فاضي على شكل اوضه حط فيه تكتشر، مشروع تاني مش عارف ارسم مواجهه، مشروع ثالث هات كاركتر وخلي الكاميرا تلف حواليه. فكانت كلها مشاريع بالنظام ده. احنا رحنا للدكتور قلنا طب احنا هنعمل البروجكت بتاعنا، هنعمل جيم نفس التكنولوجي اللي موجوده في كويك 3 ارينا. حلو. الكلام ده كان سنه 2003، يعني ممكن تقول من 10 سنين. فمن 10 سنين تعمل جرافيكس كويك 3 ارينا كانت حاجه كويسه، واخد بالك؟ هنتكلم هنعمل احنا انجن بايدينا والكلام ده كله. فقال كنا نفس الوقت برضه عملنا فيها يعني نفس الجيم ده، كان هي مشروع الجرافيكس ومشروع الاي اي. كنا عاملين فيها سنجل بلاير مود وبتلعب موديلز، وفي موديلز يعرفوا يشوفوا ويسمعوا ويطردوك والحاجات دي كلها. فاحنا كنا ثلاثه، كنت انا ومحمد سمير انت عارفه وياسر، مش عارف اتقابلت ياسر ولا لا. فالمهم احنا اشتغلنا في الجيم ده، هي توتال تايم بتتكلم مثلا في حوالي 3-4 اسابيع. اوكي. المهم كده نوريها للدكتور كده، فهو بص قال مين اللي عمل لكم المودلز ديت؟ قلنا له احنا جبنا مودلز من على النت. قال طب انتوا تبقوا عملتوا ايه بالظبط؟ انتوا كده ما عملتوش حاجه. طب انت بتتكلم على واحد المفروض ان هو دكتور مع PhD، ما هوش عارف ان الجيم مش مجرد مودلز، هو فكره بتنزل عليه تجري لوحدها، واخد بالك؟ فالناس بقى هتتخرج يعني ده اللي بيدرس لهم، فانت تتوقع ايه؟ هي بتبقى مشكله. ما هي دي بقى بتبقى النقطه اللي بيبقى المفروض في اي يعني environment فيها تشجيع على الانوفيشن، ان هو حتى لما بيبقى بيظهر لك يعني culture issues بالمنظر ده، المفروض بيظهر بايونيرز بقى. يعني اللي هي بتبقى نقطه انها عند نقطه معينه حد فعلا بيمسك المشكله ويعمل حاجه بيوند الاكسبكتيشن بتاعت اي حد، ويثبت لهم ان الكلام ده مش كلام فارغ. هي يمكن انا اعرف ناس شخصيا مثلا كان برضو كانوا يمكن في كليتنا كانوا برضو عملوا جيم انجن وكان ناجح، وخدوا برضو فند من وزاره الاتصالات ساعتها، وعملوا انكيوبيشن تقريبا عملوا شركه اسمها خيال انتراكتيف او حاجه زي كده. وكان ليهم يعني فيري بروميسنج، ونزلوا جيم اعتقد نزلوا جيم حتى في السوق، كانت عن فيلم اللي هو بتاع بوحه تقريبا حاجه زي كده. وصلوا انهم عملوا فعلا حاجه يعني برودكشن كواليتي والناس اشتريتها وكده، بس ما اعرفش الصراحه وصلوا لحد فين دلوقتي. يعني ما اعتقدش انهم كملوا. يعني انا قابلت في ناس منهم كده قابلتهم في مايكروسوفت وكده، مش عارف بقى اذا كانوا كملوا في الشركه دي ولا لا. بس هو واضح ان الماركت في مصر يعني هو في محاولات، بس ما فيش يعني امثله واضحه للناس انها تشوف شركه واضحه قدامها ان هي شركه بتشتغل في الجيم بروجرامينج، ليها برودكتس ممكن يشتغل فيها في اول الكارير بتاعه، ياخد اكسبيرينس، وبعد كده يبتدي يتحرك على ان هو يبني البروجكت بتاعه هو بيزد على الاكسبيرينس اللي هو خدها. الباث ده لسه ما اتبناش، فدي المشكله انك انت عملت هي مشكله اكبر كمان زي ما بقول لك، موضوع ان الكالتشر نفسه يدي للناس يحقق ان الجيم دي حاجه هايفه. يعني حتى لو جيت
تكلم عيلتك ولا حاجه تقول انا شغال بعمل لعب. ايه ده؟ تاجر لعب اطفال. يعني انا بقول لك ده دكتور المفروض ان هو يعني ده تخصصه، هو بيدرس ماده الجرافيكس. لما يكون هو ده بيدرس للناس ان الجيم انت مجرد لو انت خلاص عملت الموديل خلاص كده مش محتاج حاجه. هي مدارس. هي للاسف انت فعلا يعني اثرت نقطه مهمه جدا، هي فكره انك انت الاكسبكتيشنز بتاعت الناس على موضوع جيم بروجرامينج ما بين الاجيال مختلف. يعني يمكن الجيل بتاعنا احنا يقدر فكره ان الجيم دي فعلا شغل تقيل، لان انت بتلعب جيمز وشايف الكومبلكس بتاعت الجيمز عامله ازاي. ده حتى في الجيمز اللي ما فيهاش جرافيكس قويه، مثلا لو بتلعب لعبه استراتيجي مثلا انت ما فيها اي رهيب، انت قدامك جيش بيحرك نفسه وبينظم هجوم عليك وبيحدد ريسورسز وبتاع الكلام ده. يعني ده في ناس بتكتب يعني ثيسز ومشاريع تخرج وبي اتش ديز في ازاي انها تعمل الجوريثمز والاي اي مودلز بتاعت الحاجات بالمنظر ده. وسيميليشن بالمنظر ده يعني اي حد يتمنى انه يشتغل فيه، انك انت تعمل سيميليشن للانفايرمنت بالطريقه دي. يعني المشكله بقى ايه؟ كان في كالتشر يقول لك الناس اللي شغالين في الجيم ديفلوبمنت دولت يعني دي ناس فشلت في حاجات تانية من واحد اشتغل في الجيم ديفلوبمنت وكده. انا هديك اكزامبل لنوعيه الناس اللي انا اتعاملت معاها لما اشتغلت في كريتيف استوديو زي سي بوسيبل اندستريز. حلو. اول تعامل ليا في اول اسبوع هناك كان في واحده هي كانت برنسبل انجينير. حلو. وانت عارف مايكروسوفت برنسبل انجينير يعني المفروض حاجه عاليه يعني. فهي كانت ماسكه السي بي دي انجن بتاع هيلو. المشكله هي كانت سنا ممكن تقول مثلا اكبر مننا بثلاث اربع. حلو. تقريبا عايز تتكلم عن مين؟ هي كانت اسيويه صح؟ يعني عارف انت بتتكلم عن مين. دي مشهوره قوي. اسمها كورينيو. فالمهم انا قعدت اتكلم معاها شويه وبتاع. كنا عايزين نعمل زي سيمينارز كده عن سكيل السيرفر وكده. كنت انا جاي اسال تيم السيرفر كده. فانا كنت انترست قوي اعرف طب هي ايه اللي عندها عشان تمسك جيم انجن حاجه زي كده. فانا اول تعامل ليا قاعد لقيت اول حاجه اصطبحت بيها ان هي عندها صفحه على ويكيبيديا. ايوه مش سهله. المهم انا شفت الحاجات على ويكيبيديا وقلت بقى شفت هل دي معلومات كامله ولا لا. فالمهم عرفت ان هي معاها 3 بي اتش دي، واحده فيهم في نيوكلير فيزيكس والثانيه في حاجات ريليتد لحاجات علوم فضاء وكده، والثالثه كمبيوتر ساينس. وعملت باتنت في حاجات استخدموها ناسا مش عارف عملت حاجات في الكلام من ده. وهي من 10 في التاريخ أثروا في حاجة في الفيديو جيم اندستري. فدي نوعية البشر اللي بتعمل جيم زي ايه. فما تيجي تقول لي لا ده جيم بروجرامينج ده حاجة هايفة ولا مش عارف كده، انت بتتكلم في ايه؟ بالظبط. هي بتبقى محتاجة يعني نوع برضو من العقليات. مش لازم يكون سوبر هيومنز يعني، ده كان يمكن ده اوتلاير شوية اللي هي الديفلوب كتكنيكال ليد او حاجه زي كده في مايكروسوفت. بس هي ما ابتدتش كده يعني. هو برضو الناس يعني انا فاكر هي كان مره كان ليها انترفيو. هحاول الاقيها اللينك بتاعت الانترفيو بتاعتها على تشانل لاين، ممكن احطها في الشو نوتس. هي ابتدت برضو هوبيست يعني. هو اغلب الناس بتبتدي انها بتجرب الموضوع لانها بتحب الجيمز عموما. لا انا قصدي افهمك يعني موضوع الناس اللي بتنتهي ايه توصل في الموضوع ده. بالظبط يعني بتفضل حاجه مهمه جدا. واخد بالك ما انتش مثلا لو انت اشتغلت في الجيم اصلا اسمك كان انت بتشتغل في جيم بروجرامينج انت مش تبقى شاهد بقى وخلاص انت يعني بتعمل جيم وانت زي ما انت وبتاع. لا ده في يوم من الايام يعني شوف دي وصلت بقت ايه دلوقتي. لا وغير كده انا في واحد مثلا معايا في الشغل دلوقتي هو كان شغال في السيميليشن. هو ما كانش شغال في الجيم اندستري بالظبط، بس كان شغال في السيميليشن. كان نفس الكلام، كانوا بيشتغلوا في السيميليشن مع الجيش الامريكي وحاجات ليها علاقه بال ازاي تسيميليت سيناريوز معينه وفيها اوديو ريكوجنيشن وفيها فيديو مانيبيوليشن وحاجات من المنظر ده. لكن هو نفس الكلام يعني. هو نفس الحاجات اللي احنا شغالين عليها النهارده اللي كان شغالين عليها طلع منها بعد كده سيميليشن انجن استخدموه في جيم انجن اسمه دايزي. نزل موجود دلوقتي لعبه مشهوره قوي في امريكا، عباره عن ان هو كان بيزيكلي اللي كانوا بيعملوا انك تاخد جزء من الخريطه، تاخد جزء موجود في الطبيعه وتنزله انه يتحول ل 3 دي موديل تنزل تلعب عليه فيرست بيرسون شوتر جيمز. فده كانوا بيستخدموه في الجيش ان هم مثلا ان هو في العراق ولا في افغانستان ولا في اي حاجه ياخد منطقه طبيعيه فعلا ويعمل عليها سيميليشن عشان يدرب الجيوش انها تبقى كانها في الانفايرمنت نفسها بتاعه المنطقه دي. فده تطبيق مش علاقه بالجيمز، بس هو محتاج نفس التالنتس بتاعه الجيم ديفلوبرز.
نفس التكنولوجي بالظبط، هي نفس التكنولوجي بالظبط. فتخيل، واللي خلاها فعلا انها التكنولوجي نفسها اتحولت لجيمز موجوده في السوق. فوجود التالنتس دي في السوق مهم جدا، لانك انت صعب انك انت تتنافس في، يعني تخيل الجيش المصري مثلا ما هو هيحتاج حاجه زي كده في يوم من الايام. طب هجيب الناس دي منين؟ ما هو هجيبها من السوق. اوكي، فلو السوق ما فيهوش الناس دي هتبقى عندك يعني تنافسيه اقل في حاجات ما لهاش علاقه بالجيمنج. مش بنتكلم بقى في هيافه، بنتكلم في حاجات فيري سيريس، فاهم يعني؟ حاجه ممكن تقلل قوتك في الاستراتيجيه في المنطقه بتاعتك، حاجه يعني حاجه ما لهاش اي علاقه بالجيمز خالص، ولا لها علاقه بالهيافه ولا العيال الصغيره ولا اي حاجه من الكلام ده. فطبعا يعني اعتقد ان هي محتاجه شويه يعني كالتشر تشينج في مصر، ودي حاجه هتاخد وقت. بس اللي قبل كده محتاجه بقى ان في ناس فعلا تبقى عندها زي ما انت ابتديت مثلا عملت شركه في مصر، حد تاني يحاول، حد تالت يحاول، لان مفيش حاجه بتيجي من اول مره، لحد ما تيجي نقطه يبقى عندك فعلا شركات ويل استابليشد في مصر، زي مثلا زي ما في شركات زي اي تو وركس مثلا او لينك او موبينيل او وات ايفر، الشركات الضخمه المنظر ده. يبقى في شركه من ضمن الشركات دي شركه ضخمه في مصر بتعمل جيم ديفلوبمنت، ان هو يبقى في دايما عندك موديل وعندك اكسبيرينسز موجوده، والناس تقدر تجوين الشركات دي وتتعلم فيها وتفتح شركات تاني قدام وهكذا. فدي حاجه اعتقد انها ممكن نحاول نرجع تاني بقى للجيم ديفلوبمنت نفسه، بما ان احنا عملنا كفرج كويسه للماركت. نحاول نشوف برضو انواع الجيمز اللي ابتدت تظهر دلوقتي. يمكن لو انا النهارده ما فيش شركه، انا واحد مثلا عايز اشتغل في الجيم بس ما فيش شركه ان انا اشتغل فيها، اعتقد اول حاجه ممكن تبتدي تجرب فيها انك تعمل موبايل جيمز، يعني تعمل الجيم على الاندرويد او تعمل جيم على الاي او اس، لان دي حاجه في ايدك انك تعملها كلها. مشكله بس وكده موضوع الببلشنج، يعني الببلش جيم نفس المشكله بالظبط اللي بتواجه اي حد بيكتب كتاب. انت محتاج تلاقي ببلشر طبعا يعمل لك دعايه ويديك تمويل والكلام ده كله. الموضوع اتحل نسبه كبيره قوي في موضوع الموبايل جيمز ليها اندرويد واي او اس وويندوز فون. فانت كل اللي بتعمله بتدخل تنزل ديفلوبمنت تكتب عن الحاجات ديت. في جيم انجنز كتيره موجوده، في حاجات منها فري وحاجات ممكن تكون باسعار قليله وكده تساعدك. برضه هتكلم على موضوع الجيم انجن ده دلوقتي. فانت ممكن تبتدي تعمل الجيم بتاعك. بالنسبه لموضوع المودلز وكده، شركات كتير قوي نجحت بقى جيمز، يعني عملت ضجه كبيره جدا مش بجرافيكس جامده خالص، يعني حاجه مثلا زي انجري بيردز. بس انت هتتكلم على الجرافيكس بتاعتها 2 دي، ممكن اي واحد في مصر يرسم حاجات زي انجري بيردز، هي في اخر مجرد كرتونيك ارت. وناس كتير في مصر عندها الاكسبيرينس ديت، وممكن تعمل جيم زي كده. واللي اعرفه كمان حتى ان هي انجري بيردز مثلا بتستخدم اوبن سورس انجن اللي هو اسمه بوكس 2 دي. ده اوبن سورس انجن موجود، يعني هم حتى ما احتاجوش يديفلوبوا فيزيكس انجن للعبه. يعني هي كل الفكره ان هم زي ما تقول ان هم جابوا الارت وجابوا الانجن وشويه تحابيش حواليها واصوات حلوه ومش عارف ايه، ونزلوا لعبه كسرت الدنيا يعني. فطبعا هي كلها اب تو يو يعني اعتقد الموبايل اندستري او الموبايل جيمنج خلى الحد مفيش حد ليه حجه قوي ان هو لو عايز يشتغل في الجيمنج عندك مجال وعندك ناس مستعده تلعب جيم كل يوم 10000 مره واسعار رخيصه وحلوه. مش محتاج بابلشرز كبيره، مش محتاج انك انت تابروتش بقى زي البلاي ستيشن والبي سي ولا الاكس بوكس جيمز اللي هي بتاخد بادجت ضخمه ومحتاج انك انت تبقى بابلشر كبير او استوديو ضخم عشان تقدر تابروتش. عندك في شركات كتير قوي نجحت انها تبني شركه عملاقه بجيمز بسيطه قوي، زي اكبر مثالين اللي هو الشركه اللي عملت انجري بيردز وزنجا اللي عملت فارمفيلد بالظبط. هما الاثنين دول بقت شركات كبيره قوي، مالتي بيليون ورأس يعني، وعندهم ناس كتير جدا هينوم وكده، وبقى عندهم الماني والاكسبيرينس الكافيه ان هم لو قرروا بكره يعملوا تريبل اي جيم يقدروا يعملوها. وغير كده بقى عندهم كمان كاستمر بيز، يعني بقى عندهم ناس ممكن يبعت ناس متابعه الجيمز بتاعتها وعندهم خبره وعندهم ماركتنج تيمز وخلاص بقى اللعب الشركه نفسها، فممكن تاني انفستمنت في اي نوع جيمز هم عايزين. وعندهم كمان تراك ريكورد بالظبط، يعني لو عندهم تراك ريكورد كفايه ان هم لو كانوا بابلشر زي يو بي اي سوفت ولا اي ولا مايكروسوفت جيمز ستوديوز ولا حاجه كده، خلاص بقى في تراك ريكورد موجود وواضح ان هم عملوا جيمز قبل كده ناجحين، ليهم اسم، ليهم ماركت، ليهم كل حاجه. فخلاص والبدايه كانت ايه؟ انت لو هتتكلم على حاجه زي انجري بيرد ديت ديفلوبمنت وايز مش تاخد حاجه خالص، تتكلم في شهور. بالظبط. لو انت عندك الشهور دي ومن تيم
تيم 3-4 انفار من 5-6 بني ادمين يعني. بالظبط. ده يمكن كمان الاكزامبل الاحسن اللي انا بحبه اكتر كمان من انجري بيردز. انجري بيردز برضه ممكن تحس فيها ان هي فيها ايه زي ما هي بتقول هي جرافيكس بسيطه، بس برضه تحس فيها واضح ان في خبره من اللي عملها اصلا، يعني انواع الاصوات وشكل الجرافيكس يديك برضه ان هو في نوع من الانفستمنت. اول فيرجن ما كانتش كده. طبعا اول فيرجن ما كانتش كده، بس اللي كانت واضحه جدا ان هي معموله من شويه هوبيست ديفلوبرز كانت ماينكرافت. لو حد بيلعب ماينكرافت دي لعبه يعني فيري ادكتيف جيم. لو دورت عليها اونلاين هتلاقيها مكتوبه بالجافا، يعني حتى اللي كاتبها واضح انه اختار لغه مالهاش علاقه بالجيمز. ومكتوبه هو 3 دي جيم وبتشتغل على كل بلاتفورم طبعا، لانها جافا شغاله على كل البلاتفورمز اللي في الدنيا. حتى ما في منها حتى دلوقتي بينزلوا منها فيرجنز على الايفون ولا على الاندرويد. بس هي لعبه في الاخر الفكره بتاعتها بسيطه جدا. هي فكره انك انت ماينر في منطقه زي ساند بوكس، انت محطوط في ساند بوكس ومفروض انك انت بتعمل مايننج، بتكسر حاجات من الارض وتبني بيها حاجات وتعمل. فالفكره نفسها بسيطه والديفلوبمنت اللي بدا فيها بسيط، لكن بنت حواليها كوميونتي من الانثوزيست خلى اللعبه دي واحده من اكتر اللعب الناس بتلعبها اونلاين، لان هي لعبه ورخيصه. هم نزلوا منها بعد كده بقت كوميرشال لما ابتدوا بقى طلعوا من البيتا فيز ونزلوا منها كوميرشال فيرجن مش عارف $20 باين ولا ايه، ومنزلينها DRM فري، فانت ممكن تنزلها وتلعبها زي ما انت عايز. وعاملين انت لو تخش تدور على الناس بتلعب ماينكرافت اونلاين بيعملوا بيها حاجات رائعه. وفي الاخر الناس بقى مش بس بقت هم بقى عندهم اسم ناس يروحوا بيه الشركات، بقت الستورز زي اكس بوكس لايف اركيد او بلاي ستيشن بقى هم اللي يروحوا يتحايلوا عليهم علشان يجوا يحطوا اللعبه دي عندهم، لان في معاهم هم مش لوحدهم، ده جايين معاهم ملايين من المحبين واللعيبه اللي بيحبوا يلعبوا اللعبه دي. فاي ستور في الدنيا يتمنى ان هم يجوا يلعبوا عنده. فدي فكره بسيطه جدا. لو بصيت حتى على الجرافيكس بتاعتها هي اصلا اللي خلى الناس تعجب بيها ان الجرافيكس بتاعتها مفيش جرافيكس اصلا، يعني لو بتيجي تبص عليها تحس ان ايه ده، ايه القرف ده، فاهم اللي هو اللعبه بكسله كده، وهو ده اللي خدوه موديل. يعني قال لك احنا مش عارفين نجيب جرافيكس قويه، احنا هنخلي الجرافيكس اللي مش قويه دي هي اساس اللعبه، فاهم. خدوا نقطه الضعف حولوها نقطه قوه. فانا معجب بيها جدا اللعبه دي. يعني اللعبه دي انا بحب بقعد ساعات بالساعات العب باللعبه دي. ما فيش هدف معين من اللعبه، بس اللعبه نفسها حلوه وممتعه، وهو ده الهدف اصلا. يعني الناس ساعات بتنسى وبتخش في تفاصيل الجرافيكس والحاجات دي، بتنسى ان الهدف من الاساس من اي لعبه في الدنيا انها تبقى انترتيننج، تبقى لعبه ممتعه تخليك عايز تلعبها. سواء بقى اللعبه دي كانت جرافيكس فيها عاليه ولا مش عاليه، دي حاجه ثانويه. فيمكن دي حاجة أنا نفسي حد من الشباب اللي في مصر وإن عندهم وقت كتير معاهم إن هو يجرب يعمل حاجة بالمنظر ده، إن هو تبقى هدف اللعبة الأصلي هو المتعة، إنك أنت تبقى بتسلي نفسك، يعني مش بتبقى هدفك إنك أنت تدور على جرافيكس عالي لو ده مش تحت إيدك يعني. أيوة في ألعاب كتير قوي من نجحت مؤخرا، حاجات اللي هي بيسموها بتعتبر السوشيال جيمز أو بورد جيمز أو حاجات زي كده. يعني تكنولوجي وايز ما فيش فيها شغل كتير، هي مجرد فكرة بسيطة. يعني انت بصيت على العاب كتير قوي من هي نجحت في خلال في الهيستوري بتاع الجيمز، لعبه زي سنيك، لعبه زي بونج، الحاجات دي كلها ايه التكنولوجيا اللي ممكن تستخدمها في حاجه زي كده شبه معدومه، يعني مش فيها شغل كتير. طب دلوقتي السؤال اللي ممكن يجي على دماغ ناس كتير، طب انا ابدا منين؟ حلو تمام. انا شخصيا بحب دايما في حاجه زي كده ان انت يفضل تبدا من الصفر في حاجات معينه، وبعد كده وانس انك انت خدت الاكسبيرينس دهيت تستخدم حاجات اوريدي ميد. بمعنى ابدا بالصفر من اول انك تبتدي تشوف جرافيكس لايبرري، يا اما دايركت اكس يا اما اوبن جي ال. حلو. وانا شخصيا لو تسالني عن رايي انا بفضل الدايركت اكس عن اوبن جي ال، لان اوبن جي ال بتعاني من مشاكل كتير قوي اللي هي بتعاني منها اي حاجه اوبن سورس، ان هي فراجمنتد جدا. يعني بتلاقي فانكشنز كتير مثلا يقول لك الفانكشن دي ما بتشتغلش على اي تي اي، فانكشنز دي ما بتشتغلش على انفيديا، فانكشنز دي معموله لانت، ففيها مشاكل كتير جدا. اصلا في حتى الصوت عندك ابتدى يقطع يا باشا. سامعني كده؟ كده ابتدى اتظبط. طب انت وصلت لحد فين؟ انا ما فاتش كتير، يعني مثلا ما فاتش كتير بتاع جمله او جملتين بس هم اللي راحوا، فمش مشكله يعني. انا بقول يعني ميزه دايركت اكس على اوبن جي ال ان هو كله ستاندرد واحد، يعني محدش دوت او اشتغل بحاجات لايت بس مايكروسوفت عاملاها، يبقى كله موجود في حته واحده، ستاندرد واحد، نفس الكودينج ستاندرد، نفس كل حاجه، فيبقى اسهل بكتير في التعلم. فانت تبدا انك انت تتعلم بحاجه زي دايركت اكس مثلا، مجرد تفهم الكونسبت بتاعت 3 دي،
يعني ايه كاميرا، يعني ايه فيو بوينت، يعني ايه كالينج، يعني ايه فيكتور، يعني ايه الحاجات دي كلها، يعني ايه بتاع دوت بلين، يعني ايه بلان قصدي، يعني ايه لايتنج، يعني ايه بتاع دوت بوليجون، يعني ايه 3 دي بوينت. الحاجات دي اساسيه كلها اللي هي زي ما تقول البيلدينج بيلدينج بلوكس بتاعت اي 3 دي جيم او اي حاجه ليها علاقه بالجيمنج او السيميوليشن او الاوجمانتد رياليتي او كده. وانس انك انت عملت الكلام ده بتبتدي تجيب حاجه اسمها ميدل وير. الميدل وير ده هو ببساطه شديده جدا اللي هو بيسمى بشكل عامي اللي هو الجيم انجن. وفي الناحيه دي في شويسز كتير قوي، يعني في حاجات اوبن سورس زي مثلا الجيم انجن بتاع اوجر ده اوبن سورس، وهتلاقي ليه بتاع دوت بيس كبيره جدا من الناس بيغيروا فيه وفورمز وحاجات كتير زي كده. وفي حاجات تانية بتبقى فري، وفي حاجات كوميرشال. ومعظم الحاجات الكوميرشال ديت من اول يعني يونيتي 3 دي لحد انريل انجن اللي هو بيعتبر اكبر انجن موجود دلوقتي، كلها بتديك نسخه فري تبتدي بيها. حلو، بتبتدي تبني الجيم بتاعتك، تخلص الكلام ده كله. لو انت عايز تعملها بابلشنج معظمهم بيدوك يعني حاجه سهله جدا في البابلشنج، رخيصه وكده. يعني مثلا حاجه هنتكلم عن حاجه زي انريل لو انت هتعمل بيه تريبل اي فيديو جيم، اللايسنس بتاعته لو هم مش هياخدوا منك نسبه ولا اي حاجه ممكن توصل ل$1,000,000. طب انت عايز تعمل جيم على اي او اس، بتبدا عندهم انك انت ممكن تديهم $100 بس انهم يدوك لايسنس على اي او اس. يقول لك بعد كده لو انت بعت اكتر من $50,000 هناخد منك مثلا 15% من المبيعات. فاي حد بيبدي لسه بيبتدي ستارت اب او بيبتدي يكون شركه او لسه داخل الماركت جديد، اتس ا فيري جود، يعني الديل ده كويس جدا، واخد بالك. بالظبط. انا اصلا كده معيش فلوس اساسا، فمش فارقه لو هم خدوا 15% لما باعنا $50,000 لما باعنا $50,000 بنتكلم. وبتتكلم على حاجه اسمها زي انويل انجن، ده هيوفر عليك يمكن 80% من الشغل. بالظبط. يعني انت هتتكلم على هتكلم على التيبيكال كومبوننت بتاعت الجيم انجن. الجيم انجن بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها ريندرنج انجن، وهو ده ال 3 دي وال 2 دي واليو اي والحاجات دي كلها. في فيزيكس انجن، هتلاقي في ارتفيشال انتليجنس انجن، ويبقى اكشولي اديتورز. الحاجات دي كلها بتبقى اديتورز. انت بتبني الارتفيشال انتليجنس باديتور، بتحط بلوك وده يبقى ال مش بتاعك او مش عارف بتحط على موديل مش عارف حاجه شكل ايه. وكل الحاجات دي هتلاقي في نتوركينج انجن، هتلاقي في انبوت، هتلاقي في ساوند، هتلاقي في سكريبتنج، هتلاقي في انيميشن، هتلاقي في حاجات كتير قوي، لايتنج وبتاع دوت واوديو وسينماتيك. يعني كل الكومبوننتس ممكن تخليها موجوده في الجيم، وبينزل معاهم كمان اوبن سورس بتاع جيمز تانية كتير. فانت بتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى مينيمايز خالص. اكثر بتبني الجيم جوه الاديتور، وكتابه الكود بتبقى مينيمم جدا. انت بتاخد حاجات تعملها دراج جوب وتحطها وتبني منها خطوط وكلام من ده، زي بالظبط. عارف انت ايام زمان لما كنت تيجي تبني ويب سايت تكتب HTML كود بايدك، فيرسس انك انت بتجيب اللي هو وات يو جيت اللي هو ويك اديتور دوت، وبتدراج فيه الحاجات وبتكتب كود مينيمال جدا، وفي الاخر بيطلع لك ويب سايت برضه. بالظبط. فده ده الميدل وير زي انويل وكده، بتديك فرصه انك تعمل حاجه زي كده. يبقى عندك فيري باورفul اديتورز بتستخدمها. ممكن تبني يعني الحاجات اللي هي الجيمز البسيطه اللي هي مثلا زي بتاع دوت انجري بيردز وكلام من ده، ممكن انت تكتب فيها كود يعني شبه معدوم، مجرد بس انك انت بتعمل موديفاينج لحاجات معينه كلام من ده، لكن الفيلز والكلام ده كله بترسمها بايدك. فده يوفر عليك جامد، واخد بالك. انت دخلت على حاجه زي انريل مثلا www.unrealengine.com، هتدخل عليها، هتدخل على حاجه اسمها UDK، هتلاقي فرصه انك انت تعمل داونلود على الطول حتى من غير فلوس ولا اي حاجه. تبني الجيم بتاعتك كل حاجه، وبعد كده وقت ما تعوز تعمل ريليز تتكلم معاهم بقى، تقول لهم والله انا راجل لسه دي اول جيم اطلعها مش عارف ايه كلام من ده، فبياخدوا منك حاجه رمزيه، يقول لك مش هناخد منك فلوس تبقى ناجح، which is حاجه فيها، واخد بالك. فدي سكه اللي انا بقول هي اقصر سكه. انت لو عايز تدخل في سكه جيم ديفلوبمنت وكده، دي اقصر سكه ممكن تدخل بيها. والميزه اللي بيقدمها حاجه زي انريل وزي يونيتي وزي جيم بلايو وزي عشرات من الانجنز اللي موجوده، ان هي مالتي بلاتفورم. يعني انت اللي بتبني بيه
هو بيبقى كروس بلاتفورم، لانه اكشولي انت ما بتكتبش مثلا كود سي بلس بلس او كده، انت بتكتب حاجه بسكريبت، ساعات بيبقى سي شارب سكريبت، ساعات بيبقى ارميل سكريبت وات ايفر. فهو الجيم اللي بتطلع منه بتكمبايل بتصنع على اي بلاتفورم. يعني هنتكلم مثلا على حاجه زي انويل بيشتغل على اكس بوكس، بلاي ستيشن، اي او اس، واندرويد، بي سي وماك ولينكس وعلى ويب، بيطلع لكل البلاتفورمز دي، واخد بالك؟ تمام. تكتب كلمه واحده بتطلع لكل الحاجات دي. ف بتوفر جامد على الناس انك تبني تعمل التكنولوجيا بتاعتك بايدك وكده. يعني كميه الشركات اللي بتعمل التكنولوجيا بتاعتها بقت شبه معدومه، وبتنحصر بس على الشركات اللي هي بتعمل تريبل اي جيمز او بتعمل اكسكلوسيف جيمز للبلاتفورم معين. يعني لو بيعمل جيم هتنزل بس على اكس بوكس، او جيم بس هتنزل على البي سي، فممكن ينفست في الحته دي. وغير كده كمان يعني الشركات اللي بتعمل جيمز كبيره قوي ما بتقدرش تلايسنس انجن، عشان هم بالنسبه لهم لو خدوا 1% حتى هو بياخد 1% من كتير. هو ممكن 1% بالنسبه له ده يبني حاجه قد الموضوع ده كله يعني. هو بالنسبه له لو صرف 10-15 مليون على انه يبني انترنال انجن زي هيلو مثلا. هيلو بتستخدم الانجن بتاعها. انت هيلو بتتكلم على بيزنس مالتي بليون دولار بيزنس، فهم لو صرفوا 10-15 مليون ان هم يبنوا انجن اتس وورست، لانهم لو جابوا انجن زي انويل هيدفعوا اكتر من كده عشان يعملوا لايسنسنج ليه. فاهم قصدي؟ بالظبط. لو كمان هو بيبقى غالبا لو انت بقى وصلت المراحل دي في التنافس يعني ما بين اللعب، لو انت هيلو مثلا انت مش عايز تبقى اللعبه بتاعتك نفس الجود زي نفس الفيل بتاع لعبه زي مثلا كول اوف ديوتي، انت عايز تبقى عندك حته يونيك عندك انت في الجيم انجن بتاعك، فانت مش عايز تستخدم حاجه كل الناس بتستخدمها. ده بقى يعني ايه تفاصيل مش اي حد بيفرق، يعني مش اي حد يقدر ياخد الديسيجن بالمنظر ده غير لو هو عنده جيش مبرمجين وعنده كميه اكسبيرتيز رهيبه ان هو ممكن يعمل الجيم انجن بتاعه وهو مش فارق معاه حد تاني، بحيث انه يبقى دايما عنده حاجه يونيك مش موجوده عند اي حد تاني في الماركت يعني. فبس احنا بنتكلم طبعا في انك انت بتبتدي النهارده، فبالنسبه لك انك انت تستخدم حاجه ويل نون وويل تيستد والناس بتستخدمها وفي كميه ريسورسز بالهبل اللي عليها موجوده اونلاين لان هي حاجه الناس كتير بتستخدمها، فبالنسبه لي اعتقد ان دي حاجه كويسه يعني. فانا برضو يعني نفسي ان هو الناس يمكن ما تاخدش الموضوع ان هو لو حد نفسه يعمل جيم يعني ما ياخدش الموضوع ان هو لازم يبتدي باول حاجه يعملها تبقى بي سي جيم مثلا او تبقى اكس بوكس جيم، لان دي حاجات صعب انها تحصل في البدايه، مش حاجه مش لاكتر من ان هي دي الماركت ماشي بالمنظر ده. فانت احسن لك انك تبتدي بالموبايل جيمز اللي هي انت ممكن يبقى المسافه اللي ما بينك وبين الكاستمر تبقى قليله جدا، انت تبقى ماسك كل حاجه من بابها الاول وهتتعلم حاجات كتير لانك انت هتبقى في الماركت بقى من كل الاتجاهات، فهتلبس الهيدسет كتير. يعني في واحد قريت عنه كان باكستاني، كان من اكتر الناس اللي هم يعني بنوا كميه فلوس رهيبه من موضوع اي او اس، وكان الصراحه يعني السياسه اللي اتبعها كانت غريبه جدا. هو كان شغال لوحده، واخد بالك؟ كان يعمل ايه؟ يجي مثلا كل شهر هو كان بيطلع جيم حلو، كان بيطلع جيم ازاي؟ يدخل الشهر دوت على الاب ستور ويدخل على الحاجه اللي هي عامله توب سيلينج الترند بتاع الجيمز الاسبوع ده ايه، مثلا انجري بيردز. حلو، هو انجري بيردز يشوفها بتتباع بكام؟ ب 4.99. يوم داخل عامل جيمز انجري بيردز بالظبط ويسميها مثلا فلاينج دراجونز، مجرد يغير بدل ما عصافير تبقى مثلا تنانين او كده، ويبيعها ب $2. واخد بالك؟ بالظبط. هو عارف ان في ماركت ويعمل زيه وخلاص. ويعمل زيه ويبيعه بنص الثمن وبقى بيكسب كتير. واخد بالك؟ فدي في اتخلقت يعني طرق كتير الناس تنافس في الماركت دوت وكده. يعني انت لو بصيت على حاجه زي انجري بيردز في يمكن حاجه و20 جيمز دلوقتي، واخد بالك؟ هتلاقي فيه بس هتلاقي فيه مش عارف بقر، وهتلاقي فيه مش عارف عربيات، وكلها نفس الفكره ان انت حاجه بتعمل بروجكتايل وبتعمل بارابولا وبتقدر تخبط حاجات معينه وخلص الموضوع على كده. والفكره بسيطه زي ما انت قلت، يعني هي في الاخر مش معقده، وده اللي مخلي بدل اللعبه 1000 يعني. فهو بيبقى مش لازم اخد ال 100% من الماركت. انا لو خدت 5% من الماركت هبقى حامل قرش حلو يعني اللي هو لو الناس بتشتري اللعبه اللي زي انجري بيردز دي بتشتري مثلا في السنه ب $10 مليون وعرفت تاخد منهم 1% مصلحه. انا واحد لوحدي اساسا مش فارق كتير يعني. فطبعا انت قلت انك انت هتبقى بدايه 3-4 جيمز جابوا لك فلوس كويسه، ممكن بعد كده تكون شركه وتجيب ناس مثلا، يعني ممكن تجيب واحد وظيفته كلها، تجيب واحد مثلا من الناس اللي هم بيعملوا اعلانات، اللي هم عارف الناس بيخترعوا اعلانات، الناس دي عندها افكار كويسه جدا، يبقى وظيفته مثلا جيم ديزاين. هو جيم ديزاينر وظيفته ايه؟ هو بيقعد
يتخيل حاجات، يقول لك والله اللعبه هيبقى شكلها كذا، مش عارف ايه، نعمل فكره كذا كذا كذا. الراجل ما بيكتبش كود، فتعرف ساعتها لما تبتدي تعمل حاجه صح، تعمل الافكار بتاعتك كلام من ده. فمش عيب انك تبتدي بتقلد. انت بتتعلم كتير. انت عندك شركه زي هونداي كانت طلعت تقليد لهونداي، واخد بالك، فجاه دلوقتي بقت شركه عملاقه لوحدها وبتعمل موديلاتها بنفسها وكلام من ده وبتاع. فمش مشكله خالص انك تبتدي تقلد حاجه معينه، طالما يعني at some point انت تبتدي تبقى انت نفسك، او تبتدي تعمل حاجتك انت بايدك او كده. حتى الشركات الكبيره بتقلد بعض طول النهار. مايكروسوفت تسرق حاجات من ابل للنهار، وابل تسرق حاجات من مايكروسوفت للنهار، وهما الاثنين بيسرقوا حاجات من جوجل للنهار، وجوجل هما الاثنين للنهار. عادي مفيش فيها غير كده. انت بتتعلم، انت لو في المرحله انك انت لسه بتفهم ايه اللي بيحصل، فاحسن لك انك انت تاخد حاجه موجوده تفهم تفهم منها الماركت ماشي ازاي، وتفهم منها الديتيلز بتاعه الشغلانه اللي عامله ازاي، وبعد كده هتاخد بعد كده انت اوتوماتيك هتبقى عندك افكار عايز تطبقها، وهتستخدم اكسبيرينسز دي في حاجات تانية. بس هو اهم حاجه انك انت تسستين ماني فلو، بحيث انك انت تقدر تفند مشروع اكبر. يعني انت لو عملت حاجه عبيطه او حاجه عبيطه جابت لك شويه فلوس، ممكن تجيب بيها بقى ديزاينرز. نعم، انت ممكن تدخل مثلا حاجه زي انجري بيرد، تشوف ايه الحاجات اللي عيوب الناس بتشتكي منها، وتعمل انت الجيم بتاعتك تلاقي فيها العيوب دي بالظبط. واخد بالك. يعني ممكن مثلا هم انجري بيرد عندهم عايزين مثلا يعملوا الجيم بشكل فلاني، الناس مش عاجبهم الموضوع ده، بس هم عندهم مشكله عشان هم التكنولوجي اللي بنوها كلها اجواتهم انهم يمشوا في السكه دي. طب انت تبتدي بالاول، لا غير بقى النظام ده واعمل الحاجه اللي الناس عايزاها، فممكن تنجح اكتر، واخد بالك. وهو بالظبط دي ميزه السوفت وير اللي هي الاب ستورز، انها بتحط الناس كلها على نفس الليفل. يعني انت فعلا بتنافس لعبه زي انجري بيردز، او بتنافس لعبه زي، يعني انت موجود معاها في نفس اليوزر عنده الاختيار ان هو يشتري اللعبه دي او يشتري اللعبه دي. مفيش يعني حاجه بتخليه ان هو يروح يشتري اللعبه دي بس. فانت يعني خد الموضوع ببساطه، واعمل فعلا حاجه قويه، ولو هي واليوزرز عجبتها هيشتروها، مفيش اي حاجه تمنعهم انهم يشتروها يعني. بس فهي دي البدايه اللي ممكن اي حد يبتدي بيها. بس لما اصلا يعني يفضل حتى كمان لو انت لسه في الجامعه او كده، استغل الوقت بتاع الجامعه دوت، انك انت تكون تيم ناس انترستد في نفس السكه دهيت، تبتدوا تشتغلوا جيمز صغيره عملوها. محدش عارف، يمكن قبل لما تتخرجوا تكون اوريدي كونتوا ماركت كبير، او كونتوا يوزر بيس او كده، ف اتس ورث يعني. طيب اي ثينك ان احنا يعني اتكلمنا حلو في حته ان هو لو انت بتحاول تبتدي منين. واعتقد احنا متفقين على فكره ان الموبايل جيمز يعني فرصه متاحه النهارده ما كانتش موجوده يمكن من 10 سنين ولا من 5 سنين. وبعدين كمان انت عندك يعني كان اكبر مشكله بتواجه الناس في الموبايل جيمز، يقول لك طب انا مثلا شغال سي شارب او سي بلس بلس، انا ما بحبش اوبجكتيف سي. انا عن نفسي بكره اوبجكتيف سي، هي لغه الصراحه يعني في منتهى يعني مش عارف اقول لك، لغه عتيقه جدا يعني. ففي حاجه موجوده دلوقتي اسمها مونو تاتش. بالظبط. مونو تاتش بتدخل انت تكتب كود سي شارب محترم، وهو بيكومبايل نيتف كود يرن على اي او اس او اندرويد، وانت كاتبه سي شارب، واخد بالك. حاجه زي يونيتي انجن، انت تكتب كود سي شارب وهو برضه بيكسبورت على اي او اس، وبيكسبورت على على اندرويد او على بي سي او على ويب سايت. فالشويسز كتير، ما انتش محتاج حتى ما بقتش مرتبط انك انت تتعلم تكنولوجيا جديده. انت تكنولوجيا انت اوريدي عارفها، ممكن تبتدي تشتغل بيها على طول. لا ويونيتي وكمان ميزه مونو تاتش والحاجات دي ان هو في منه اسمه ايه ده فيرجنز ببلاش. يعني مونو تاتش انت ممكن تخش تداونلود الهوبيست فيرجن ببلاش وتجرب تستخدمه على اندرويد. وتعمل تكتب كود سي شارب وتحاول تعمل مثلا جيم بسيطه او حاجه، ولو لقيت انك انت عندك فرصه ممكن تشتري. يعني مش للدرجه ان هو مثلا مكلف قوي يخليك ما ينفعش تستخدمه غير لو انت شركه. لا، انت ممكن تستخدمه بنفسك وتجربه ويعجبك او ما يعجبكش، دي حاجه ممكن تعرفها قبل ما تدفع فلوس يعني. حاجات برضو في جيمز موجوده في السوق فعلا. يونيتي انجن مشهور جدا، وفي لعب موجوده جدا ممكن تكون انت بتلعبها على تليفونك اوريدي، وهي مكتوبه بيونيتي او مكتوبه بمونو تاتش، ما بتحسش بالفرق خالص يعني. اكتر انجن الهوبيست والانديز بيستخدموه عشان هو اولا سي شارب عادي خالص، ثانيا بيديك فري في الاول، وبعد كده انت على حسب حجمك ممكن تجيب individual license او كده. فناس كتير بتستخدمه عشان كده. فيتشر وايز هو يمكن في 70% من الفيتشرز او 60% من الفيتشرز بتاعت انريل. في بدايه زي كده يعني، انا بحبس اول حاجه زي يونيتي كبدايه يعني.
واخد بالك سهل ودي تكنولوجيز انت عارفها زي سي شارب او كده و ستارت وليه اوريدي كاستمر بيس كبيره فتقدر انت تتعلم الناس دي كلها وكده بالظبط. فهو يعني اعتقد ان احنا دلوقتي عايشين في وقت مش يعني في فرص كتير ما كانتش موجوده من فتره، فاعتقد ان دي حاجه المفروض تشجع الناس انها تحاول تلاقي الحاجات دي. يعني انت بقى عندك الستور اللي ممكن تجيب من تحط فيه الابلكيشنز بتاعتك، وعندك اوبن سورس بروجكتس موجوده تقدر تستخدم منها، مش لازم تبتدي من الصفر. وبقى حتى عندك ويب سايتس موجوده فيها موديلز جاهزه للجيمز، يعني شخصيات واصوات وحاجات ممكن تستخدمها على طول. فالحاجات دي كلها ممكن يعني تجيت يو ستارتد على حاجه بسيطه بسرعه، وما تبقاش محتاج انك انت انا لسه هدور على ديزاينر، لسه هدور على اوديو ساوند اديتور، ولا انت ممكن تعمل الكلام ده كله مع نفسك يعني. فده هيساعدك كتير انك انت على الاقل تطلع باول فيرجن من اللعبه تجربها يعني. فدي حاجه اعتقد ان هي لطيفه يعني. طيب دخلنا لا وبعدين حاجه زي يونيتي انجن انت ممكن تطور كل شيء ايش بالآلة دي ممكن حاجه زي تبتدي بيها قصدي يعني لايسنس فري ده هي ممكن تطلع بيها تجيب فري. هم ما بيقولكش انك انت تحط اعلانات، تحط اعلانات وتكسب منها فلوس، يمكن تكسب فلوس اكتر من الجيم نفسها واخد بالك بالذات في الجيم اللي بلاش بالذات في بلاتفورم زي اندرويد مثلا. انت انك تحط اعلانات في الجيم ساعات بيبقى اكسب لك من انك انت تحطها بفلوس. بس فهي دي فاعتقد دي فكره حلوه يعني. انا نفسي ان احنا نشوف من الناس بقى لو اللي بيسمعونا النهارده هل ليهم تجارب اوريدي ان هم جربوا يعملوا جيمز مثلا على اندرويد او على اي او اس، كان في مشاكل قابلوها، كان في حاجات يعني خبرات حاسين انها ممكن تفيد حد تاني، يحاولوا يشيروها معانا. ده يمكن يساعدنا ان احنا نبتدي نتويك السيريز جوينج فورورد. لو احنا ممكن بنفكر ان احنا نعمل فيديو سيريز تكون فيها يعني مور تكنيكال ديبث بقى، نتكلم في اي بي ايز ونجرب تكنولوجيز وكلام من ده. فان احنا نشوف تفاعل الناس مع الحلقه بتاعت النهارده ده شيء مهم قوي. فلو حد عجبه الكلام او عنده فيدباك او عنده حتى تصحيح اللي احنا قلناه، يا ريت يكتب فيدباك في اما على الويب سايت، اما على الفيسبوك، اما على ساوند كلاود، على اي حاجه بيسمع عليها الابلكيشن، بيسمع عليها الحلقه دي، علشان نعرف منها نتحرك الخطوه لقدام ان شاء الله. احنا اعتقد احنا داخلين في ساعه، فاحنا بس عشان ما نطولش قوي فاحنا هنحاول ان احنا يمكن نراب اب النهارده على كده. زي ما قلنا احنا موجودين على الويب سايت بتاعنا على assetdeveloper.com. ممكن لو عايز مشرف، لو عايز تكونتاكت مشرف دايركتلي، ممكن مشرف مثلا يدينا لو عنده تويتر اكاونت او حاجه ممكن يشيره معانا. عندي تويتر اكاونت اللي هو لو تفكروا يعني. طبعا الحاجات دي هتبقى موجوده في الشو نوتس يعني. لو ما عرفتش تسمعها على طول هنكتبها تقدر تلاقيها. لو برضه في ايميل معين لو حاجه عايز تبعتها او ثرو الفيسبوك بيج بتاعته او بتاعه البرنامج ممكن تلاقيها لغايه ما هو يطلع بس التويتر اكاونت. هو انت لو دورت على اسمي هتلاقيه اللي هو محمد مشرف، بس انا هجيب لك بقى اللي هي الات نفسها كانت ايه. ام مشرف MMOSHRIF MMOSHRIF. ده لو عايز تفولو محمد مشرف على تويتر، بحيث انك انت عايز تبعت له اسئله او عايز تساله في حاجه، تبعت له ريكومنديشن او حاجه بالمنظر ده. وغير كده زي ما احنا قلنا كل الكلام اللي احنا قلناه، اي تولز قلناها النهارده او اي حاجات قلناها النهارده هنكتبها في الشو نوتس، بحيث انك انت برضو تلاقيها في طريقه توصل لها بسهوله يعني. نحب بس نقول لمشرف شكرا على الوقت اللي هو خده مننا. عارف الوقت متاخر دلوقتي في مصر، انا بصراحه معانا يعني مفيش مشكله. وان شاء الله نكمل على حاجه اطول يعني لونج تيرم، ويبقى فيها فيديو ونحاول يبقى فيها توتوريالز كويسه وكده، لان انا متخيل ان ده موضوع هيبقى انترستنج لناس كتير في مصر، بالذات ان هم اللي لسه في الجامعه او لسه بيحاول يفيجر اوت كارير معين. فاعتقد دي بتبقى احسن وقت ان هو لو حد ناوي يخش في الجيم بروجرامينج ان هو يبقى مركز عليه من هو لسه في الجامعه، لان بيبقى صعب انك انت وانس دخلت في كارير تاني او في نوع تاني من الابلكيشنز انك انت تسويتش تاني وترجع تشتغل في الجيمز. ده انا ما شفتهاش بتحصل الصراحه بالكثره اللي شفتها، بالعكس من الناس بتشتغل في الجامعه وبعد كده كملت الموضوع ككارير يعني. فدي حاجه مفيده يعني. اي حاجه تحب تختم بيها في الاخر يعني؟ مفيش اي حاجه معينه، بس انا برضه زي ما قلت انت اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه في الفري ان هو يبعت لي، مفيش مشكله.
ان شاء الله حابين حاجه اورينتد يعني طيبه. هو احنا برضو يعني بنحب بس نقول للناس يمكن النهارده جودة الصوت ما كانتش احسن ما يمكن، بس في اسباب كتير من ضمنها ان الانترنت في مصر حاليا فيها مشاكل، فطبعا ده مخلي الصوت بيقطع شوية. ان شاء الله هنعمل حسابنا المرة الجاية في لو عملنا حاجات تانية قدام ان شاء الله يبقى في مايكس كويسة نعرف نتكلم بيها يبقى الصوت اوضح. فده يعني مشاكل ان شاء الله احنا هنحلها قريب يعني. ففي فري انك انت تبعت لنا اي سجستشنز انت شايف مواضيع ممكن تكون تعجبك يعني، مفيش مشكله ان شاء الله نعملها قريب باذن الله. تصبح على خير، نشوفكم ان شاء الله قريب باذن الله.